كنتوا بتسالوا نوع الستال اللي هنديه للبيبي، النقط ولا الشرب؟ بصوا يا جماعه، الستال ده اللي هو النقط ده اللي ينفع لحد عمر سنتين، تركيزه هو ده اللي جرعته تنفع معانا لحد سنتين. اقل من سنتين هياخد النقط، اكبر من سنتين هنديله اللي هو الشرب. في منكم سالني انا اديت لبنتي او لابني الستال بتاع تطعيم الشهرين، ينفع اديله من نفس الازازه بتاع تطعيم الاربع شهور؟ بصوا، اولا الستال من ضمن الادويه اللي لازم تتحط في الثلاجه، وده عشان ما نديش فرصه للبكتيريا انها تكون بكتيريا نشطه وتشتغل على الازازه وتبوظها. معظم الادويه اللي هي زي كده، اللي هي سواء نقط او نقط مثلا بتتحط في العين او نقط للانف او نقط في الفم، النقط دي بيفضل ان انت بعد شهر من فتح العبوه ان انت ترميها. طيب لو انت مثلا الستال بالاخص لو انت محتفظه بيه في الثلاجه وانت بتدي البيبي مخليه بالك ان القطاره ما بتلمس بقه وشلتيه في الثلاجه، كده تقدري ان انت بعد تطعيم الشهرين لو انت هتستخدميه في تطعيم الاربع شهور ان شاء الله مش هيبقى فيه مشكله. ده في حاله لو انت واثقه ان القطاره ما كانتش بتلمس بق البيبي وكنت كمان حطاها في الثلاجه. عايزه اكد عليكم ان اي ادويه بنديها بالقطاره نحاول بقدر المستطاع ان هي ما تلمس بق البيبي، عشان اللعاب اللي في بق البيبي ممكن يكون فيه اي فيروس مثلا او في بكتيريا او في حاجه هتتنقل لباقي الازازه، خلاص كده الازازه كل اللي جواها باظ. فوانت بتدي البيبي اي علاج بالقطاره خلي بالك جدا ان هو ما يلمس بقه. اما بقى بخصوص الناس اللي بتدي ستال وبتدي خوافض الحراره قبل ما التطعيم يبدا يشتغل، انا عايزاكم ترجعوا للفيديو في الجزء الاولاني بتاع التطعيم وادخلوا في الكومنتات وشوفوا الام اللي غلطت وادت للبيبي خافض الحراره قبل ما مفعول التطعيم يبدا يبان عليه. الموضوع ده يا جماعه ليه اضرار كبيره جدا، اولها ان البيبي بعد الشر عنهم جميعا يا رب بيحصل له زي تشنجات، فدي انت هتترعبي لما تشوفي منظر زي ده. فاحنا اتفقنا ان احنا مش هندي اي خافض حراره، مش هنبدا في كمادات، مش هنعمل اي خطوه من الخطوات غير لما البيبي يبدا يتعب. طيب انتوا برضو سالتوني جرعه الستال بتكون ايه؟ جرعه الستال بتكون عن كل كيلو نقطتين، دي الجرعه المعترف بيها للستال. طيب ليه بنقول ان لازم الدكتور هو اللي يقول لك؟ الدكتور هو اللي هيبلغك افضل، هو كده كده الدكتور دايما في المتابعه بيوزن البيبي وبيشوف وزنه قد ايه في كل مره، فهو اللي هيعرف ان هو يديكي جرعه قد ايه. في بعض الدكاتره بيدوا نص قطاره كل 4 ساعات، في ممكن دكتور تاني يقول لك نص قطاره كل 8 ساعات. طب لو انت مش عايزه تطولي على البيبي وتستني لحد ال8 ساعات هتعملي ايه؟ لو هو قايل لك نص قطاره كل 8 ساعات، انت ممكن تدي ربع القطاره كل 4 ساعات. جزائي الجرعه بحيث ان البيبي ما يقعدش وقت كبير من غير خافض حراره ومن غير مسكن فيبدا يقرف ويعيط منك، وفي نفس الوقت انت ما اديتلوش اكبر من الجرعه اللي الدكتور قايل لك عليها. بعتولي سالته برضو هو التطعيم بيكون عباره عن ايه؟ التطعيم بيكون عباره عن حقنه في الرجل اليمين وحقنه في الرجل الشمال ونقط في البق. هتلاحظوا بعد التطعيم ان الرجل اليمين ورمه شويه زياده عن الرجل الشمال، عادي ما تقلقيش، اهم حاجه ما تدلكيهاش، ما تعملي لهاش اي حاجه، سيبيها هي هتاخد وقتها وهتفك لوحدها. في بعض الناس بيستخدموا مرهم ريباريل جل، يفضل ان انت ما تستخدميش اي حاجه ليها. عايزه تستخدميه اسالي برضو الدكتور ينفع يا دكتور استخدم ريباريل جل ولا لا، بس يفضل ان انت تسيبيها تاخد وقتها وهي شويه وهتهدى ومش هتلاقي لها اي اثر نهائي في رجل البيبي. طيب انتوا برضو سالتوني نستخدم اللزقه ازاي. بصوا يا جماعه، المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات انا مورياكم العلبه من بره بيكون جواها 4 قطع من دي، بنحط ال4 قطع في الثلاجه. هتعملي ايه؟ لقيتي البيبي بدا يدفى، هتجيبي اللزقه هتشيليها من هنا وهتحطي الجزء الجل ده هو اللي هيكون لامس رجل البيبي، هتحطيه على رجله، هتقعد من دقيقتين ل3 دقايق وهتلاقي ان السخونيه بدات تهدى معاكي ورجله ابتدت حرارتها تبقى احسن من قبل ما تحطيها. مجرد ما هتلاحظي ان خلاص الحمد لله حرارته بدات تهدى شويه، تقدري في الوقت ده تدي الستال. في منكم مش مفضل ان هو يستخدم التيمبو او اللي هي لزقات الخافض الحراره، طب ممكن نعمل ايه؟ لو انت في صيف مديه التطعيم في صيف، تقدري ان انت تجيبي ميه تكون من الحنفيه عادي وتحطي البيبي فيها بالجزء اللي هو النص التحتاني ليه، اللي هو بحيث ان رجله هي اللي تكون في الميه، تفضلي حاطاه في الميه لحد ما تحسي ان هو درجه حرارته بدات تتحسن. كده انت عملتي له كمادات للجزء السخن من جسمه، بعدها تقدري تدي الخافض. طب احنا دلوقتي في شتاء، فاحنا عشان احنا دلوقتي في شتاء انا بفضل استخدام لزقات الخافض. يعني احنا كده اول يوم هو اللي البيبي بيكون تعبان مننا جدا فيه، هنعمل ايه؟ اول ما هنلاقي ان هو بدا يسخن هنجيب اللزقه من الثلاجه هنحطها على رجله، واحده على الرجل اليمين وواحده على الرجل الشمال. خلاص بدات ان هي تهدي معانا الحراره، بعد دقيقتين او 3 دقائق هنلاقيها بدات تهدي معانا الحراره، هندي الخافض. يعني كده كل 4 ساعات هنعمل الكمادات وندي الخافض. ده اول يوم. تاني يوم ما تعمليش كمادات وما تديش خافض غير لو لاحظتي ان البيبي تعب. يعني مش هتعملي روتين اول يوم في التطعيم هتعيديه تاني يوم، لا، انت الكلام ده هتعمليه اول يوم بس. تاني يوم لو لاحظتي ان هو بدا يتعب برضه هتعملي الكمادات وتدي الخافض، وهم باذن الله من تاني يوم بيبداوا يفوقوا كتير جدا عن اول يوم. اخر واهم نصيحه لازم اقولها لك، حاولي بقدر المستطاع ان انت في اليوم ده تكوني مخلصه كل حاجه وراكي، مش وراكي اي حاجه، لان البيبي من خضته من الحقنه
والوجع اللي هو بيكون حاسس بيه بيبقى طول الوقت عايزك ان انت شايلاه وعايز يكون في حضنك طول الوقت، فانت مش هتعرفي تسيبي البيبي خالص في اليوم ده. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتفضلي قاعده جنبه شايلاه، بتحاولي تهدي فيه، بتعملي له الكمادات، بتدي الخافض. فانت حاولي على قد ما تقدري يكون مش وراكي اي حاجه في اليوم ده غير البيبي وبس. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللاف الجميل بتاعكم.